بص، أنا من الآخر كده واحد وعيت على الأهلي من وأنا عندي 7 سنين. لقيت الراجل ده بيلعب أساسي ومن أحسن اللعيبة في مركزه جوه مصر. لاعب قدر يتدرج في الأهلي من الناشئين لحد ما وصل للفريق الأول. شارك في كل البطولات، بل وإنه حصد أغلبهم لحد ما وصل عدد بطولاته إنه يكون أكبر من أندية جوه الدوري المصري. لاعب كان بيمثل العمود الرئيسي والأساسي للجيل الذهبي للأهلي مع الأسطورة مانويل جوزيه، وقدر يكبر في النادي ويتطور فنيا وبدنيا لحد ما أصبح القائد التاريخي للنادي. عشت كل لحظات طفولتي اللي بحبها وهو بيمثل النادي. 15 سنة بشجع فيهم الأهلي، كان أساسي ومستواه شبه ثابت، وعمري ما شفت منه الغلط، ودايما كان نموذج في الفريق ومثل أعلى لكل اللاعبين. لاعب عارف قيمة تيشرت النادي الأهلي كويس قوي، وبيقدره في كل تصريحاته وظهوره. وعمرنا ما سمعنا عن انه عمل مشكلة جوه اوضة اللبس او لحظة تبديله مثلا زي ما بنشوف دلوقتي كتير. والله انا حبي لحسام عاشور جزء منه حب للنادي الاهلي، عشان عاشور مش مجرد لاعب في الاهلي، ده اكتر واحد خاض مباريات بقميص الفريق المفضل لقلبي، وكمان شارك في اغلب الانجازات اللي الاهلي كتبها خلال الحقبة دي. انا هنا بكلمك عن تاريخ ما ينفعش لا تتجاهله ولا تنساه، لان ده اكتر درجات الظلم الحقيقة. وأنا هنا برضو مش عشان أحجر على رأيك، أنا على يقين إن حرية الرأي متاحة للكل، لكن في الوقت نفسه محدش يحجر على رأي الناس اللي بتتكلم بشكل إيجابي على حسام عاشور. وإن سيرة عودته للأهلي من تاني سواء فنيا أو إداريا ده مش شيء مجنون مثلا، بالعكس ده شيء منطقي وطبيعي. هو غلط، أيوة، يمكن جدا كمان. هو نفسه اعتذر على الهوا وقت ما كان مع سيف زاهر، وعينه طول الحلقة باين عليها الندم. وأنا هنا بتكلم عن الندم الحقيقي، مش مجرد دمعتين والسلام. فمش هنعلق له مشانق الدنيا والآخرة عشان غلطة في لحظة أي حد ممكن يغلطها لو كان مكانه، لأنه ما قدرش يستحمل إنه يتقال له شكرا واعتزل. في الآخر يعني حسام عاشور هيفضل الكابتن التاريخي للنادي الأهلي، وأكتر من حصد ألقاب في تاريخ مصر، بل وإنه كان قريب جدا لإنه يكون أكتر من حصد ألقاب في العالم كله. وأنا ما أتمناش أكتر من إني أشوف حسام عاشور منور بيته من تاني، وعندي يقين إن إدارة الأهلي نفسها مش هتسيبه.